السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غالين، هنتكلم النهارده عن adjective suffixes اللي هي اللواحق التي تكون الصفة. ازاي بكون صفة في الانجليزي؟ ببساطة خالص، أول تكوينة noun or verb plus suffix، يعني بضيف لاحقة من اللواحق دي OUS أو AL أو Y أو IVE لاسم أو فعل عشان أكون صفة. تعال نشوف المثال الأولاني. عندي كلمة danger الخطر، واضيف له OUS بقت dangerous خطير صفة. فيم الشهرة، بضيف لها اي او اس بقت فيمس، وطبعا حذفت الاي بقت فيمس معناها مشهور، معناها known by lots of people، معروف لكثير من الناس. ميوزك موسيقى، ضفت لها اي ال بقت ميوزيكال عرض موسيقي او حاجه موسيقيه. politics علم السياسه بقت political سياسي. emotion عاطفه او شعور بقت emotional عاطفي او في نوع من المشاعر متعلق بالمشاعر. will have or show strong feelings لديه او يظهر مشاعر قويه. عندي كلمه economics علم الاقتصاد بقت economical اقتصادي، بمعنى saves your money بتوفر لك فلوسك. يقول لك مثلا الجانب ده الجانب الاقتصادي. اندستري الصناعه، ضفت لها اي اي ال، وطبعا بحول واي دايما لاي لما يكون قبلها حرف ساكن لسهوله النطق، تبقى اندستريال صناعي معناها connected with industry and factories مرتبط او له علاقه بالصناعه والمصانع. تمام. واي دي كلمه كلاود سحابه، كلاودي بقت غائم. sun مشمس، sunny بتضعيف ال طبعا بقت مشمس. fog الضباب، foggy مريء الضباب. dirt الوسخ بقت dirty متسخ او كده، بقت opposite عكسها كلمه clean نظيف. اي في اي بضيفها مثلا افعال زي كلمه attract يجذب، بقت attracted معناها pretty جذاب جميل و very و good looking حسن المنظر. create يبتكر بقت creative ابداعي او مبتكر. creative بتساوي the ability to produce new ideas القدرة على إنتاج أفكار جديدة. with imagination طبعا باستخدام الخيال الفعال. تعال نشوف أمثلة. عندي the roads were dangerous الطرق كانت خطرة. this morning هذا الصباح it was foggy كان الجو مليء بالضباب and I couldn't see far لم أستطع أن أرى من بعيد. he was very emotional كان عنده عواطف جياشة زي كلمة passionate مثلا. when he said goodbye عندما ودعنا. did you buy a diesel car because it's more economical than petrol؟ هل اشتريت انت عربية ديزل تقدر طعم الديزل لأن هي اقتصادية أكتر من البترول؟ I'm afraid أخشى you'll have to clean the floor إن أنت هتضطر إن أنت تنظف الأرضية. It's very dirty لأنها متسخة جدا. بنكمل. برضو بكون صفات بإضافة A B L E، وطبعا خدها لوحدها لأن معناها مختلف شوية. This common suffix هذه اللاحقة الشائعة creates بتكون adjectives صفات from nouns من أسماء and verbs وأفعال. عندي مثلا كلمة enjoy يستمتع بقت enjoyable، يعني مصدر متعة يمكن الاستمتاع به. an enjoyable evening مساء ممتع. comfort راحة بقت comfortable مريح. a comfortable chair كرسي مريح. jeans are still fashionable لبس الجينز ما زال fashionable، طبعا جينز بمشى معينة لا يزال fashionable لا يزال موضة. suitable جاي من كلمة suit يناسب بقت suitable مناسب، بمعنى right or correct for a situation صحيح ومناسب لموقف معين. For example, a gray suit البدلة الرمادية is very suitable for a wedding مناسبة جدا لحفل زفاف. يقول sometimes أحيانا able it means can be done، ده معنى بقى تاني خالص. can be done هنا بيقول لي كلمة wash يغسل، لما أضيف لها able معناها washable يعني يمكن غسله بتساوي can be washed. أما أقول is this jacket washable، أنت بتشتري جاكيت من عند من المحل، فبتقول له هل الجاكيت ده يمكن غسله يعني بيتغسل؟ is the jacket washable؟ عندي كلمة reliable جاي من كلمة rely يعتمد على. reliable معناها يمكن الوثوق به can be trusted. I've never had a problem with the car أنا عمري ما كان عندي مشكلة بالعربية. it's very reliable العربية اعتمادية يعني يمكن الوثوق بها. كده خلصنا المعنى ده. بيقول لي words ending الكلمات بقى بتنتهي ب A B L E quite often غالبا express the opposite بنعبر عن العكس بتاعها opposite meaning with the prefix on بضيف لها on عشان تعبر عن العكس. كلمة suitable مناسب، عايز العكس بتاعها غير مناسب يبقى unsuitable.
ممكن تقولها on بس، أو معناها not right or correct for a situation. Jeans are unsuitable for weddings. ما حدش بيجي في حفل زفاف ويلبس جينز لأنه casual. بريك يكسر. breakable يمكن كسره. طب unbreakable لا يمكن كسره، معناها cannot be broken. Well, the glass in the shop window، الزجاج اللي في نافذة المحل is unbreakable لا يمكن كسره. طبعا نفيت breakable ب un. بيروح للفكرة تانية، يقول لي words ending in I B L E. في كلمات بقى بتنتهي ب I B L E. sometimes add the prefix in. لما باجي أعد فيها وأجيب العكس بتاعها بحط لها in مش on. كلمة comprehensible شامل أو يمكن فهمه. comprehensible يمكن فهمه. النفي بتاعها incomprehensible لا يمكن فهمه، معناها cannot be understood. This street map، خريطة الشارع ده is incomprehensible لا يمكن فهمها. كلمة visible مرئي، invisible غير مرئي. cannot be seen. trees surround the house، الأشجار تحيط بالمنزل. so it's invisible from the road، لذلك هو غير مرئي بالنسبة للشارع أو من الشارع. بنكون صفات تانية بإضافة حاجتين عكس بعض إلى حد ما، full و less. full often means full of، معناها مليء به أو having the quality of the noun، فيها صفة وخاصية الاسم بتاعها. زي كلمة careful جاية من كلمة care الاهتمام، ف careful معناها حريص أو مهتم. doing something with care and attention، أنت بتعمل حاجة باهتمام ورعاية. careful driver، سائق حريص ومهتم. helpful جاي من كلمة help يساعد، معناها إن able to help قادر على المساعدة، شخص متعاون. مفيد مساعد. her advice was very helpful، نصيحتها كانت مفيدة جدا. كان was able to help، كانت قادرة على المساعدة. painful جاي من كلمة pain الألم. painful معناها given pain يسبب الألم أو مليء بالألم. it was painful when I hit my hand، كان الأمر مؤلما مليء بالألم عندما صدمت أو ضربت يدي. useful جاي من كلمة use استخدام، يبقى مليء بالاستخدامات. has a lot of use، فيه كثير من الاستخدامات. I found it a useful book، وجدته كتابا نافعا. طبعا هنا بيعيط اهو، شوف painful جامد ازاي. وهنا بسم الله ما شاء الله thoughtful مراعي شعور الآخرين، ابتسامة ورد كمان. thoughtful معناها kind and thinks of others، عطوف ويفكر بشعور الآخرين. آخر حاجة معانا less، معناها often means without بدون. careless معناها without care بدون اهتمام. طبعا causing mistakes هيسبب أخطاء أو مشكلات. His work is full of careless mistakes، عمله مليء بالأخطاء المليئة بالإهمال. useless معناها without use بدون استخدام. often terrible طبعا بيبقى حاجة وحشة. This knife هذه السكين is useless بلا جدوى أو بلا نفع. It won't cut anything مش تقطع أي حاجة. Homeless معناها مشرد. without nowhere to live ما عندوش مكان يعيش فيه. Many families كثير من الأسر are homeless because of the war، مشردة بسبب الحرب. طبعا لما ننزل على التمارين هنلاقي بكون الأول الصفات من الأسماء، نمشي واحدة واحدة. بعد كده أمشي مع المعنى وأشوف إيه اللي أنا محتاجه. everyone in my country has heard of her. كل واحد في دولتي سمع عنها. she's very get famous مشهورة. وكده فهمنا. نطبق بقى واحدة واحدة ونمشي مع التمارين. ولو مشينا واحدة واحدة مع التمارين سهل إن أنا أفهم إيه المطلوب وأوصل لإتقان suffixes الشرط بتاعنا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.